تخيل تبقى قاعد بتتفرج على الأولمبياد في أمان الله وتلاقيها قلبت عملية اختطاف ورهاين وتبادل نيران وليلة كبيرة قوي سعادتك. ده اللي حصل بالظبط في أولمبياد ميونخ سنة 1972. ألمانيا الغربية بتستعد لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية وكل حاجة ماشية تمام. ملاعب مجهزة وكبيرة وأماكن لإقامة البعثات الرياضية من كل بلد، بس الأخطر والأهم كانت التجهيزات الأمنية، واللي كان لازم يستعينوا بمتخصصين في الأمن القومي تجنباً لأي مشاكل. وده كان المستشار جورج سيبر اللي حط 26 سيناريو محتمل لتهديد أمن الأولمبياد، بس السيناريو اللي ما كانش يخطر على بال حد رقم 21، واللي كان بيفترض تسلق عشرات المسلحين الفلسطينيين سياج القرية الأولمبية واحتجازهم لرهائن إسرائيليين من البعثة الإسرائيلية. 26 أغسطس بدأت أحداث الألعاب الأولمبية ميونخ 72، والعالم كله بيتابع بشغف، وطبيعي إن بعثة كل دولة بيناموا في المدينة الأولمبية، والطبيعي برضو إن اللاعبين بيحبوا يسهروا بره شوية ويرجعوا آخر الليل، وعلشان البوابات بتكون مقفولة في الوقت ده فبيضطروا إن هم ينطوا من على السور ويعدوا ولا من شاف ولا من دري. والموضوع ده كان بيتكرر كل يوم لحد يوم 5 سبتمبر الساعة 4 الفجر. بعض اللاعبين الأمريكيين راجعين بالليل سكرانين يلاقوا قدامهم 8 أفراد لابسين زي رياضي ومعاهم شنط وعايزين ينطوا من على السور، فساعدوا بعض ودخلوهم هم والشنط من فوق السور، واللي بعد دقايق بسيطة يكونوا واقفين في الممر رقم 1 قدام الغرف 1 و2 و3 غرف البعثة الإسرائيلية، لابسين أقنعة وماسكين رشاشات، وفي أقل من نص ساعة كانوا سيطروا على ال3 غرف واحتجزوا 11 شخص. حاول منهم 2 بس المقاومة، رافع الأثقال يوسف رومانو ومدرب الملاكمة موشي واينبرغ، واللي تم قتلهم ورمي جثثهم في الممر ومعاهم ورقة بمطالب الخاطفين. الساعة 5:30 كانت صافرات الإنذار بتضرب في ألمانيا الغربية كلها، واللي كانت يا عيني بتنظم الأولمبياد ده علشان تمحي فكرة ألمانيا النازية من دماغ الناس، ويتم تعليق الألعاب الأولمبية لأول مرة في التاريخ. ولما قروا الورقة اللي مع الجثث اكتشفوا إن اللي نفذ العملية واحدة من جماعات المقاومة الفلسطينية اسمها أيلول الأسود، وإنهم مستعدين لقتل الرهاين ال9 التانيين لو تم رفض مطلبهم، وهو الإفراج عن أكتر من 220 معتقل فلسطيني بالسجون الإسرائيلية. وزير الداخلية بألمانيا الغربية مانفريد شرايدر عرض المطالب دي بسرعة على جولدا مائير رئيسة وزراء إسرائيل، واللي ردت عليه وقالت إحنا ما بنتفاوضش مع إرهابيين. شوف ازاي. فيتواصل شرايدر شخصيا مع قائد العملية اللي بيفاجئوا بطلبات جديدة، طيارة خاصة تنقلهم مع الرهاين على مصر، وبالفعل يستسلم الألمان ويتم إرسال 3 طيارات هليكوبتر فوق المدينة الأولمبية ويوصلوا قاعدة فيلدبروك الجوية، ومنها هيتحركوا على مصر. لكنهم بيتفاجئوا بكمين، ولكنه كمين مش مدروس. 17 قناص تم توزيعهم بشكل عشوائي في أنحاء القاعدة الجوية، وده اللي أدى لكارثة أكبر من كل اللي فات. ليه بقى؟ أولاً الجيش الألماني ممنوع من مساعدة الأمن الوطني الألماني في الشؤون الداخلية، وبناء عليه انسحب القناص الألمان التابعين للجيش. فقرر شرايدر إنه يعين 17 جندي عادي ملهمش أي علاقة بالقنص مكانهم، ومجهزين ببنادق عادية جداً مش قناصات كمان. ونتج عن الخطة العشوائية دي مذبح. وصلت الجماعة المسلحة مع الرهائن للقاعدة الجوية، وأول ما دخل حد منهم لفحص الطيارة اكتشف إن هي معلهاش طاقة، فصرخ كمين. اتفتحت أنوار القاعدة الجوية فوراً، واتفتحت النار في كل اتجاه. على الناحية التانية بقى وحوالين المطار كان واقف عدد كبير جدا من الجمهور، واللي كانوا بيتابعوا الأحداث، ومعاهم المذيع الرياضي جيم ماكاي اللي كان بيغطي الدورة الأولمبية لشبكة ABC الأمريكية. فبدل ما يغطي الدورة الأولمبية غطى الحدث للمشاهدين التلفزيون. وفي تمام منتصف الليل أعلن التلفزيون الوطني الألماني السيطرة على الحدث واستعادة الرهائن وسط إشادة عالمية كبيرة جدا. بس الواقع كان مختلف تمام، لأن تم تدمير طيارة هليكوبتر وسقط 5 من رجال أيلول الأسود، وتم القبض على ال3 التانيين. والساعة 3 الفجر ظهرت الحقيقة الكاملة لما قال جيم ماكاي جملته الشهيرة وهو بينهي الأحداث بعد 24 ساعة من متابعتها، وقال لقد ماتوا جميعا، القناصين والرهاين والجماعة المسلحة. وبكده تكون انتهت واحدة من أغرب الأحداث اللي مرت على ساحات الرياضة العالمية. ميونخ 72 كانت السبب في إن جولدا مائير تبدأ عملية اسمها غضب الرب، ودي عملية استهدفت كل من كان له علاقة بعملية خطف البعثة الإسرائيلية، ولمدة 20 سنة كانت بتنفذ في اغتيالات. تفتكر لو كنت واحد من الجمهور اللي سافر علشان يتفرج على رياضة وفجأة لقيت نفسك وسط ضرب نار وخطف ورهاين، كنت هتتبسط ولا كنت هتعتبر إن حظك وحش؟